نفسه وأخذ الأمر كما نقول من قصيره وقال: لا نأخذ بهذه الآية، هذه الآية أنا سأقول لكم الحق باطلة. هتقول يا أخي اتق الله، اتق الله. والله هم قالوا هذا، قالوا باطلة. تقول لي متى قالوها؟ والله قالوها، كلهم قالوها منسوخة. لكن انتبهوا، هذا تعبير فني، تعبير تقني فني، هذا يسترون به حقيقة المعنى، على أنهم كلهم حين عرفوا وحدوا لنا النسخ قالوا النسخ هو إبطال حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. مضبوط، هذا هو النسخ عندكم، إبطال. لذلك خلينا نكون صريحين مع الحقيقة، نواجه الحقيقة كما هي من غير تقنيع، ونقول آيات منسوخة تعني ماذا؟ آيات ماذا؟ باطلة. مش باطلة تلاوتها، باطلة أحكامها، أحكامها باطلة. طب الله يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا. مش حنخش موضوع النسخ، لكن هذه الحقيقة. قالوا باطلة، آية لا إكراه باطلة، نسختها آية السيف، نسختها آية السيف. والعجب العاجب إخواني وأخواتي أن آية السيف هذه لم تنسخ فقط آية لا إكراه في الدين، وآية لا إكراه في الدين لم تستبد ولم تتفرد وحدها بتقرير هذه القاعدة الدينية الكلية أن البشر أحرار في اختيار معتقداتهم ومنتحلاتهم، بل شاركتها في هذا مئات الآيات، من غير مبالغة أنا أقول لكم مئات الآيات. يعني أقل شيء 250 آية، أقل شيء، وقد تكون أكثر من هذا. إذن هي مئات الآيات. تعرفون ماذا قالوا؟ كلها باطلة. مش معقول 200 آية كلها أنزلها الله ليبطلها بآية. متى حدث هذا يا أخي؟ أي دين هذا؟ أي تفسير؟ أي فقه؟ أمة تنظر للاضطهاد، تنظر للإكراه، تنظر لأصنام الطائفية لكي تكون طائفيا حتى النخاع. نحن فقط طريقتنا طائفية حتى على مستوى الأمة. شيء مش معقول. بعضهم يستحي، المعاصرون يستحون لا يقولون هذا، المفضوحة، هذه مفضوحة ريحتها فائحة. يقول لك هذا مخصوص، يخصصون العموم لأنه هذا نكرة في سياق النفي، لا إكراه في نفي، وفي عندنا نكرة تعم كل ما يمكن أن يخطر على بالك من صور الإكراه. قالوا لا، هذا إكراه خاص بأهل الكتاب والمجوس، هذا إكراه خاص بكذا، هذا إكراه خصصوه زمانيا بعد أن استخلص الله بلاد العرب لرسول الله ودخلوا في الإسلام فلا إكراه، قبل ذلك في إكراه. على كل حال بعضهم أول، أنا أحصيت لهم من وجوه التأويل 13 وجها، طبعا يضيق المقام ولا حاجة للمقام إلى ذكرها. 13 وجها في تأويل لفظة الإكراه ولفظة الدين. أول الدين مرتين، وأول الإكراه في 11 مرة، والنتيجة إكراه في الدين. بل يتجاسر بعضهم، إمام كبير رحمة الله عليه وغفر الله لنا، يقول: لا بلى. عجيب يا أخواني، عجيب هذه الجرأة على الله. لذلك أنا قلت لكم في خطبة الهداية المردودة، والآن هذه الهداية المردودة، القرآن هداية مردودة ردتها هذه الأمة، هداية مردودة وهداية مهدورة. الله يقول لا إكراه، وهو يقول هكذا يقول بلى هناك إكراه. وهل يقوم الدين وينتشر وينتصر إلا بالإكراه؟ والله إمام، والله من أكبر الأئمة، إمام متبوع أقسم بالله، شيء أنا قشعر بدني، يقشعر له البدن وهم يتلون كلام الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الله، بماذا تجيب الله؟ بماذا ترجع اليوم لغمد قال لك: يا عبدي أنا قلت لك لا إكراه، وأتيتك بأدلة كثيرة على أن هذه قاعدة كلية لا تنقض. القواعد لا تنقض يا إخواني، كل ما شأنه شأن القواعد لا ينقض في دين الله. هذه قاعدة، هذه مش حكم شرعي عادي، قاعدة من القواعد. شاطبي له كلام من أجود ما يكون في الموافقات أيها الإخوة، يتحدث فيه عن عدم منسوخية، عدم قابلية القواعد للنسخ، من أجمل ما يكون في زهاء 7 صفحات. لا تقبل أصولية، لا تقبل القاعدة أن تنقض. هذا خبط وخلط منهجي، وأنتم قلتم معاشر الفقهاء. لكن ما المشكل؟ لماذا فعلوا هذا؟ أنا أقول لك هذا مهم، هذا مطلوب للسلطة السياسية التي تريد أن تستنعج الناس تحولهم إلى نعاج وأغنام، ومطلوب للسلطة الكهنوتية، لسلطة رجال الدين. تعرفون، أنكش رأسي هكذا، أنكش فكري، أقول: أين في كتاب الله أنه يجب أن نتبع العلماء وأن نرجع إليهم في كل شيء؟ طبعا لابد أن يكون علماء ومتخصصون، ما في مشكلة، قليل جدا جدا جدا. والأدلة التي يعولون عليها هي بمعزل عما ذهبوا إليه. قال لك: فاسألوا أهل الذكر إن كنت. والله هذه الآية ليست فيهم، هذه الآية في أهل الكتاب وفي قضية الاعتراف. واقرأوا السياق،
قال لك فاسألوا أهل الذكر، صارت في العلماء الفقهاء، ليست فيهم، هذه في أهل الكتاب. والذكر هنا هو الكتاب الأول، انتبهوا، اقتطاع، جعل القرآن عضين. قال لك لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ليست فيهم، هذه في شأن دنيوي لا ديني، في شؤون مدنية، في الحرب والسلم، شؤون حربية وشؤون سلمية. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، هذه قضايا كيف تعيش الناس، في حروب، في مشاكل، فلان يريد أن يغزونا، الدولة الفلانية، صار خيانات، أشياء. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف في السلم أو الحرب أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول. شوف، ما قالش إلى الله والرسول، لأنه هذه قضية دنيوية، هذه الله ما له علاقة بها، انتبه. شوف دقة القرآن الكريم. وإلا كان يقول إيه؟ ولو ردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر. ما قالش كده أبدا. من الحاكم كان؟ من السائس؟ رسول الله، طبعا يرد إليه، هو القائد الأعلى للدولة في السلم والحرب. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا القضية عسكرية، اسأل إيه القائد العسكري، لها علاقة إيه بالجيش، اسأل إيه العساكر. قضية مدنية، اسأل المسؤول، جامع الصداقات، المصدق، المسؤول عن أي شيء. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلموا هذا الأمر، جعلوها في الفقه والحلال والحرام. والآن نرى مؤسسات تفخر أيها الإخوة، تفخر بأنها بفضل الله في كذا وكذا سنة أصدرت كذا وكذا ألف فتوى. هذه ليست مفخرة. واحد يقول كيف؟ مش مفخرة، نقول لكم مش مفخرة. الصحابة كانوا يفخرون أنهم ما سألوا رسول الله أسئلة طبعا خلدها القرآن الكريم إلا 14 مسألة، ويسألونك. ابن عباس قال هذا، قال ما سألناه إلا في 14 مسألة، يقال 13 مسألة في رواية فقط. تعرفون لماذا؟ أنا أقول لكم، خطة الله التشريعية، امضوا على هينتكم، كله مباح إلا ما رأيتم إشارة الحظر أمامكم، ستوب أحمر كبير، قليل هذا. قل لا أجد فيما أوحي إلي وأحل لكم ما وراء ذلكم. هؤلاء المحرمات من النساء، ما وراء ذلك كله حلال.